يا مساء الفل. النهارده ميعادنا مع الحلقة التانية من سلسلة مدرس إنجليزي شاطر. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على learning preferences ما قبل بداية الكورس. النهارده هنبني على ده وهندخل مع بعض الكلاس روم لأول مرة في الكورس. يعني دي النهارده المفروض هنتكلم عن أول كلاس مع كورس جديد أو مع طلبة جايين ياخدوا الكورس في البداية خالص. طيب، عشان نتأكد إن الطلبة دي هتستفيد لازم المدرس يكون ألقى نظرة على نتيجة الكويستشنيرز اللي اتعملت ونتيجة البليسمنت، وعارف الطلبة اللي معاه مستواهم عامل ازاي والليرنينج بريفرنسز بتاعتهم عامله ازاي وشخصياتهم عامله ازاي من خلال الكويستشنيرز اللي احنا عملناهم المره اللي فاتت. احنا بنبني سيستم مع بعض عشان نضمن احسن نتيجة واكتر استفادة للطالب اللي جاي مستأمنك على وقته وعلى فلوسه. عايزين نضمن له اقصى استفادة، ونضمن برضو ان انت بتأدي احسن اداء واسمك يكبر كتيتشر، وتبقى يعني ويبقى دخلك احسن ويبقى برضو رضاك عن نفسك اعلى، وهكذا. طيب، احنا دخلنا الكلاس روم بعد ما بصينا على نتيجة الكويشنير وبقينا عارفين اسماء الطلبة اللي عندنا مبدئيا. طبعا مش لازم نكون حفظناها يعني. وفي نفس الوقت هنبدأ بقى المفروض أول كلاس. هحكي لكم حكاية بسيطة جدا حصلت معايا بشكل شخصي لما رحت اخد سيلتا، وكنت انا متدرب مش مدرب في 2015. كان في احد المدربين عندنا بنسميها ترينر ان تريننج، لسه ما بقاش معتمد، لسه في رحلة ان هو يبقى معتمد. فاول سيشن تجريبيه ليه معانا طبعا بيبقى هو بيدرس، وبيبقى المين كورس تيوتر قاعد بيقيمه عشان يديله ملاحظات على ال يعني الانبوت بتاعه على طريقته في التدريب. آه، هو دخل من هنا، فانا يعني انا كنت معجب بيهم كلهم، على يعني ترينر ان تريننج بقى، الترينر الاساسي الاسيستنت، انا كنت مبسوط منهم قوي، كنت حاسس ان هم ناس جامده جدا. فكانوا هما بيطبقوا الحاجات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. كان اسمه مايكل، دلوقتي هو بقى مين كورس تيوتر. يعني في 2015 كان لسه ترينر ان تريننج، في 2015 تم اعتماده ونجح. بعد كده بقى اسيستنت كورس تيوتر، بعد كده بقى مين كورس تيوتر، اعتقد ان هو وصل بقى اساسور دلوقتي. فهو داخل كده فبقول له هاي، قال لي هاي محمد. الراجل اول مره يشوفني، اول مره يتعامل معايا، لقيته بيناديني باسمي. طبعا الكلام ده يبدو كانه كليشيه شويه. هو لما ناداني باسمي انا استغربت وفرحت. وعامه ده لو حصل في الكلاس روم بتاعك، لو انت داخل عارف اسماء الطلبه بتاعتك، آه، ده هيفاجئهم، وهيخلق روح سريعه من الود، وهيعمل بوند اسرع ما انت متخيل. طبعا هو يعني ما توقعش اسمي. هما طلعوا لما احنا كنا بنقدم على السالتا كانوا بيبقوا طالبين صوره. طبعا انا اكتشفت ده في نص الكورس لما دخلت التيوترز روم عشان اسالهم على حاجه او اجيب ريسورس معين كده. فببص لقيت اسامينا كلنا، احنا كنا 24 كانديديت في الكورس، 24 كورس بارتيسيبنتس. لقيت اسمي وصورتي متعلقين على الحيطه من ضمن ال 24 اللي موجودين. فتخيل التيوتر بذل مجهود ان هو يبص على اسم كل شخص وعلى صورته ويحاول يتذكرها عشان بس يناديك باسمك. ولما يناديك باسمك انت من جواك كده تحس ان انت متقبله، بدل ما يقولك هاي بمنتهى الجفاء، ولما يجي مثلا ينده لك عشان تجاوب سؤال في الكلاس روم ولا حاجه هيقول لك يو، او ممكن يشاور بصباعه كده يقول لك يو. فرق كبير قوي ما بين ان هو يقول لك يو وبين ان هو يقول لك باوبن بالم كده محمد او احمد او تامر او مينا او مايكل او however whatever بقى اللي هيحصل يعني however. anyway، ف طيب انا اتكلمت عن على الكويستشنير المره اللي فاتت، وقلت لك هتبني على نتيجه الكويستشنير ده على قد ما تقدر. مش لازم تكون حافظ كل حاجه، انت برضه هيبان لك الموضوع باختصار مع اول سيشن وتاني سيشن. الامبريلا الكبيره اللي بتخلي يحصل ترابط وبيحصل ان الطلبه تبقى مستمتعه بوجودك وبيفهموا منك، ان انت بتخلق حاجه اسمها رابور. كلمة فرنساوي الإنجليزي استعارها، هي بتتكتب رابورت، RAPPORT، يعني بيتكتب فيها تي في الآخر بس ما بتنطقش. رابور.
تمام. ده يعني ممكن نترجمها حرفيا للود. فانت بتحاول تخلق روح من الود. مش هقول لك بالتفصيل هتخلق روح من الود ازاي، ولكن انا كتبت مقال كده من كام سنه عن الرابور. انا حاطط اللينك بتاعه في الكابشن بتاع اللايف، فممكن معلش تبص على يعني بعد اللايف انا هسيب كل اللينكات موجوده. هشيل بس الباسوردز بعد اللايف بنص ساعه. يعني انا هشيل الباسوردز بتاعت الهدايا بعد اللايف ما يخلص بنص ساعه عشان الناس تلحق تكون نزلت الهدايا يعني. آه، مش بس كاتب لك ايه اللي ممكن يساعدك تخلق رابور في الكلاس روم ويبقى فيه روح من الود، لا انا كاتب لك كمان نماذج عن تعليق السلتا تيوترز للسلتا كانديديتس في السلتا ريبورتس عن الرابور. ازاي يحسنوه، وانت عملت كذا النهارده والمفروض كنت تعمل كذا والمفروض ما كنتش تعمل كذا. فهتلاقي المقال اللي محطوط لك اللينك بتاعه عن روح الود او الرابور في الكلاس روم، يعني بشكل متاخد من جوه الكلاس روم ومتاخد من تقارير السلتا لجزئيه الرابور. احنا طبعا بنقيم 42 كرايتيريا في السلتا، منهم كرايتيريا اسمها الرابور. فانا جمعت يعني 12 او 13 نموذج من تقارير السلتا المكتوبه لسلتا كانديديتس حقيقيين، وحطيت لك النصيحه اللي التيوتر كاتبها لهم كانك دخلت كورس سلتا وبتدرس وبتاخد نصيحه ازاي تحسن الرابور بتاعك مع الطالب. دي احد الهدايا البسيطه اللي موجوده يعني مع اللايف النهارده. طيب لو انا هكلمك عن حاجه اسمها GTKY او الايس بريكرز، فاول كلاس لازم يبقى فيه 2 3 او 4 ايس بريكرز، لان الكلاس لازم يبقى لايت، لازم يبقى جميل، لازم يبقى جذاب، لازم الناس تحس فيه ان هي مش جايه تترس معلومات، لا احنا هنتعرف على بعض وهنتكلم انجليزي يعني لايتلي كده. وطبعا على حسب الليفل بتاع الكلاس هتبقى الانتنسيتي بتاع الايس بريكر. كل ما الليفل يعلى كل ما بيبقى عندي مساحه ان انا اعمل ايس بريكرز اقوى شويه، بحيث ان هم ما يملوش، ما تبقاش الدنيا سهله قوي وبسيطه فيحس ان هم ما استخدموش اللغه في الايس بريكنج. فالايس بريكنج بروسيس دي بنعملها من خلال مجموعه اكتيفيتيز اسمها GTKY Getting to Know You Activities. هتلاقوا برضو في الهديه هتلاقوا يعني مجموعه من الايس بريكرز. يعني اعتقد ممكن تلاقوا حوالي 10 ايس بريكرز متنوعين الليفلز، كلها بتستخدم مع الادلت ليرنرز. عشان بس ايه ما يعني حته الاطفال شويه منطقه لورا اكتر، وكورس التافل يانج ليرنرز هي بتقدمه وبتشرح فيه كل الحاجات دي بالنسبه للاطفال. فانا بتكلم في ايه، في اللي هو من 17 18 وطالع. هتلاقوا مجموعه نماذج للايس بريكرز دي، وهتلاقوا كمان صوره ليا وانا قاعد على الكرسي بشرح، وهتلاقوا ورقه محطوطه كده على الكرسي مكتوب عليه اسمي بشكل معين. الورقه متنيه النص، وجزء محطوط على الستاند بتاع الكرسي والجزء التاني ظاهر كلمه محمد فيه. دي بعد ما بنعمل الايس بريكرز عشان افضل متاكد ان انا هنادي للناس باسمائها، لان زي ما قلت لكم هتفرق جدا معاهم ان انت بدل ما تقول لها ندى، بدل ما تقول لها يو تقول لها ندى. بدل ما تقول له عمر، بدل ما تقول له يو تقول له عمر. فبتفرق جدا جدا، بيحس ان انت عارفه، بيحس ان يعني بيحصل البوند زي ما قلت في بدايه اللايف. فهتلاقوني كاتب اسمي عادي خالص كده على ورقه بيضاء وحاططها على الستاند. هتلاقوا كل ده نموذج، يعني الهديه موجود فيها حتى الصوره دي. وهتلاقوا جنب الصوره دي ايس بريكر تاني كده في يوتيوب فيديو اللي هو ترسم اسمك، وشرحه برضو في دقيقتين في فيديو في نفس البلوج بوست اللي هتلاقوه في الهدية. طيب ليه انا كاتب اسمي بالشكل ده وحطه على الكرسي او حطه على الترابيزه اللي انا قاعد عليها؟ لان انا ده كنت بوريه كنموذج للطلبه اللي موجوده في الكلاس روم كلهم، بحيث ان هم كلهم يكتبوا اسمهم بنفس الطريقه وتتحط على الترابيزه اللي هم قاعدين عليها او على الكرسي اللي هم قاعدين عليه، بحيث ان انا لو انا يعني مش لاحق احفظ اسمائهم من الايس بريكرز اللي احنا عملناها او جيتنج تو نيو اكتيفيتيز اللي احنا عملناها وخلاص هنبدا الكلاس، لا انا هحط بقى كل واحد هيحط الورقه دي، وانا كده ايه هقول لهم ان انا ذاكرتي ضعيفه، فمعلش خلي الورقه دي موجوده معانا اول 2 or 3 classes.
اللي مكتوب فيها اساميهم، بتبقى زي نيم كارد كده محطوط. فانا بدل ما يعني اعصر مخي قوي واحرج وانسى الاسم، لا ده انا هبص على الورقه المكتوبه دي وهتلاقوا الصوره موجود فيها نموذج للي انا بقول لكم عليه ده. فاقول له يوسف بناء على الورقه اللي مكتوبه، وخلاص انا يعني كلاس 2 التالت خلاص هكون حفظت اسمائهم. هم بيجوا بالورقه دي كل مره، او انا بلم الورقه دي وبوزعها عليهم الكلاس اللي بعديه، او بسيبها حتى في الدرج بتاعي او في المكتب بتاعي في المكان اللي انا بشتغل فيه، او في اللوكر بتاع المدرسين. طيب احنا كده اتكلمنا عن الكويستشنير المره اللي فاتت، واستخدمنا نتيجته في ان احنا عارفين مبدئيا الطلبه اللي في الكلاس روم دول العدد الاكبر منهم بيحب ايه وبيكره ايه وبيحب يتعلم ازاي. عملنا getting to new activities، وهتلاقوا نماذج كتيره ليها والايس بريكرز في الهديه. عايز اقول لكم ان احساس طبيعي جدا 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 ان وانت داخل كلاس لاول مره هتقابل ناس جديده لاول مره، لازم يبقى في شويه توتر. طبعا انت ممكن تكون ما صرحتش بده لحد، وانا كمان ما صرحتش بده لناس كتير، صرحت بيه للناس القريبه قوي وسالتهم هل مع اول كلاس بتبقى قلقان شويه. انا لو سنهم اكبر مني اناديهم باسمائهم برضو. انا عامه لما بكون بدرس لحد في كورس ثالثه وبيبقى اكبر مني فرق كبير، يعني مش مثلا 5 6 10 سنين، فرق كبير اللي هو في الخمسينات، بقول له يا مستر بصراحه يعني. حتى لو هو قال لي انده لي باسمي ما بعرفش، طالما الفرق عدى 10 سنين ببقى مش عارف شويه ان انا اقول له يعني حد عنده 55 سنه هو طالب عندي في الكلاس روم، او تريني، خلينا نقول تريني عندي في الكلاس روم، ما بقدرش اقول له يا محمد بصراحه. يعني سنه بيحكمني ان انا اقول له يا مستر فلان بس. آه طيب احنا كنا بنتكلم في جزئيه كده، معلش انا يعني حبل افكاري اتقطع لما جاوبت السؤال. فحد يفكرني معلش انا وقفت فين. قلنا الكويشنير، الجيتنج تو نيو اكتيفيتيز، الايس بريكرز يعني. القلق اللي بيبقى موجود ده، هل القلق ده طبيعي؟ طبيعي. ليه القلق ده بيبقى موجود؟ احنا دايما كنفس بشريه بنبقى عايزين ننال استحسان الجمهور. انا متاكد ان الدكتور وهو مستني الكشف بعد الكشف بيبقى قلقان من المريض اللي داخل ده هيتعامل معاه ازاي، هل عنده ذوق، هل يعني هيحترم مكاني، هل انا يعني هأدي كويس معاه، هل الاعراض اللي عنده هتبقى واضحه، هل هقدر اساعده. يعني كل دي اسئله بتدور في خيال، انا اعتقد يعني وجهه نظري، في خيال الطبيب اللي قاعد مستني كشف يدخل بعد كشف. طب انت بقى كمدرس انت بتتعامل مع كم شخص مره واحده؟ كتير. فبتبقى قلقان، طبيعي انك بتبقى قلقان. فانا برضو في الهديه جايب لكم 9 نصايح عن ازاي تتحكم في القلق ده، وازاي تتغلب عليه. مش عايز بس اللايف يطول، وعايز نبدأ ننمي مهارة القراءة. يعني هو الفايل اللغة فيه بسيطة جدا جدا جدا، والنصايح فيه سريعة ومختصرة وتو ذا بوينت. يعني الايس بريكرز تو ذا بوينت، انت بتختار منهم اللي تعجبك. اللي هي الجي تي كي واي اكتيفيتيز. برضو بعض النصايح هتعمل ايه في اول كلاس روم. ممكن برضو يعني من ضمن الايس بريكرز ان انت بتقسم الطلبه، او بتقسم الكلاس مجموعات. يعني مثلا لو انت عندك 20 فيبقوا 4، يعني 5 مجموعات في 4 طلبه. كل مجموعه هتبقى مختصه ان هي تحط بعض القواعد للكلاس روم. القواعد دي هتبقى ليهم وليك، يعني انتوا عايزين التيتشر يعمل ايه في الكلاس روم، هتبقوا مبسوطين اكتر لما التيتشر يعمل ايه في الكلاس روم. وانتوا المفروض تعملوا ايه وايه دوركم في الكلاس روم. وهم يقعدوا يفكروا ويعملوا برين ستورمنج. المجموعه دي بتفكر للرولز اللي المفروض التيتشر يتبعها، المجموعه اللي جنبيها بتفكر في الرولز اللي المفروض الستودنتس يتبعوها، وهكذا بالتبادل. وبعد كده ممكن نعمل مينجل، او نعمل بيرن اب لواحد من اللي كان بيكتب عن التيتشر مع واحد من اللي كان بيكتب عن الستودنتس. ده حط رولز هنا وده حط رولز هنا، ونخليهم يقعدوا مع بعض ونعمل مناقشه.
فانت متخيل مدى الحريه والديمقراطيه اللي موجوده في الكلاس روم. طبعا انا بتكلم تاني وبحب اذكركم ان ده للادلت ليرنرز، ده مش هينفع مع اطفال لان هم لسه مش مدركين. تمام. فلو المؤسسه اللي حضرتك شغال فيها او اللي حضرتك شغاله فيها مفيش فيها اصلا كلاس روم رولز، انت ممكن تعمل دي كاكتيفيتي ان انت بتشركهم انتوا. هي الكهرباء قطعت بسرعه ورجعت، فانا اسف على القطعه اللي حصلت في اللايف. تمام. فاحنا كده اتكلمنا في كذا حاجة، منهم ان احنا ممكن نستخدم الطلبة نفسهم في ان هم يتكلموا مع بعض وبعدين يتكلموا معانا كتيتشرز في ايه، في الكلاس روم رولز اللي هم حابين انها تتطبق. وطبعا انت ممكن تعمل suggestions، يعني انت مش تاخد من الطلبة بس، انت هتتناقش معاهم وتديهم suggestions. طبعا هيتسجل يا استاذة فاطمة. طيب، لو نقلنا على نقطة تانية اللي هي الميثودولوجي اللي هيتبع في الكلاس روم. احنا كده بنتكلم في اول كلاس زي ما اتفقنا. انت بتبني للي هيجي بعد كده، لان هم لو حبوك وارتاحوا لك انت هتقدر تكمل معاهم وهيفتحوا لك عقولهم وهيفتحوا لك قلوبهم. لان انت عارف احنا مشكلتنا ازيك يا شايف، مشكلتنا ان احنا منور اللايف والله. طبعا انا عارف انت داخل ليه، انا عارف كويس انت داخل ليه ومش هقول للناس انت داخل ليه. بطل بقى اللي انت بتعمله ده. شاهد يا جماعه بيقعد ياخد لقطات من اللايف فيديو ويكتب عليها كابشنز ويعملها ستيكرز ويبعتها للطلبه بتوعه في الكورسات. فانا بدات اعمل فيه كده، اللي هو بدات وهو داخل لايف اخد له لقطات واحط عليها كابشنز وهبعتها للناس اللي بيدرسوا معايا في الكورسات. انا يعني شادي شهرني في كورساته بالستيكرز بتاعتي. anyway، زي الفل. فاحنا كده اتفقنا على مجموعة حاجات. الحاجات دي هتساعدك ان اول كلاس روم يبقى ناجح. ولو اول كلاس روم نجح فانت الطلبة خارجين مبسوطين، عايزين يكملوا معاك، حابين يتعلموا منك. انت برضو يا شادي. فده هيفرق معاك وهيعلي اسمك في المكان وده طبعا هيساعدك ان دخلك يبقى احسن. فدي حاجة مهمة جدا. النقطة الأخيرة اللي هتكلم فيها النهاردة وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أنت خدت سلتا أو خدت تافل أو دلتا أو حتى ماسترز ودلتا، ماسترز في الميثودولوجي وابلايد لينجويستكس. شكرا يا إيهاب، كلك ذوق. ربنا يخليك يا مي، الله يسلمك يا أسماء. النقطة الأخيرة دي، أنت راجل دلوقتي الكفاءة في الميثودولوجي والكوميونيكاتيف ابروتش بقى لعبتك وحاجه كده اللي هو انت يعني متمكن جدا جدا منه. لو طبقته بحذافيره في اول سيشن او في اول سيشن وتاني سيشن ممكن الطلبه يطلعوا يشتكوك ويقولوا لا مش دي الطريقه اللي احنا حابين نتعلم بيها. ده هو ما اتكلمش، ده التيتشر ما اتكلمش النهارده، ده احنا اللي بنتكلم، ده ما شرحش، ده شكله ما بيعرفش يشرح، ده هو كل حاجه بيسالنا فيها وبعدين يدينا كده معلومه بسيطه كده على استحياء. ده ما اتكلمش يجي 20% في الكلاس النهارده واحنا اللي اتكلمنا 80%. اوعى تاخدهم من الدار للنار. غالبا الناس دي لو اول مره، طبعا انت عملت نيدز اناليسيس وعملت يعني في النيدز اناليسيس كان في سؤال عن الباك جراوند بتاعهم، هل هم خدوا كورسات قبل كده، هل هم اتعلموا انجليزي بره المدرسه ولا كان المدرسه بس. طبعا لو كانت المدرسه بس فانت متاكد تماما ان هم كانوا بيتعلموا بالجرامر ترانزليشن ميثود. فما فيش كوميونيكاتيف ابروتش في المدرسه وما فيش كوميونيكاتيف ابروتش في الدرس. احنا كنا في المدرسه وفي الدرس عايزين نجيب درجه عاليه في الانجليزي، مش عايزين نتواصل بالانجليزي. ساره نصر، الميعاد يتغير نص ساعه يبقى 10. طيب ان شاء الله، حاضر يا ساره، على قد ما اقدر والله هعمل كده. وعامة انا هسيب اللايف موجود وهسيب الهدايا موجودة لمدة نص ساعة من انتهاء اللايف، موجودة في الكابشن. يعني مجرد ما اللايف يقفل هتدخلوا على صفحتي تاني هتلاقوا الكابشن بتاع اللايف ده فيه كل حاجة وهتفضل موجودة لمدة نص ساعة. والهدايا النهاردة بصراحة يعني انا كنت اتمنى ان يبقى عندي حاجة زي كده زي ريفرنس لاول كلاس روم المفروض اعمل ايه، المفروض اخد بالي من ايه.
فانا يعني انا حابب الهديه بتاعت النهارده جدا بصراحه، وعشان كده هسيبها نص ساعه كامله بعد اللايف ما يخلص. وبرضو عشان الناس ما تزعلش لو جم ما كانش يعني كان ظروفهم مش سامحه ان هم يحضروا اللايف او ييجوا حتى بعد نص ساعه من انتهائه، المره الجايه مع الحلقه الثالثه من مدرس انجليزي شاطر هنزل الهديتين بتوع المره دي وبتوع المره اللي فاتت مع هديه الحلقه الثالثه، فمحدش يقلق. والحلقه الثالثه ان شاء الله ممكن تبقى الخميس، وهعلن عنها برضو، يعني انا مش عايز احط على نفسي التزام لان ظروفي بتتغير قوي اليومين دول، وساعات كده الصحه ما بتجيبش ان انا يعني اطلع، فمعلش فخليني اعلن عنها في اليوم اللي انا اكون قادر ان انا اطلع. فلو مش الخميس هتبقى يعني هعلن عنها في نفس اليوم اللي هطلع فيه من الصبح، وهبعت على جروب التليجرام وهبعت على جروب الفيسبوك وهكذا. طيب ما تاخدهمش من الدار للنار. تاني، الناس دي كانت بتتعلم grammar translation method، فتيجي تعلمهم بكوميونيكاتيف ابروتش هيحسوا ان في التيتشر ما بيشرحش او التيتشر ما بيشتغلش. فانت لازم الاول تديهم اورينتيشن عن ايه هو الكوميونيكاتيف ابروتش حتى لو بالعربي. متخيل؟ حتى لو بالعربي. طيب لو هم الليفل بتاعهم عالي، لا كلمهم بالانجلش بقى. طب لو هم لسه في A1 لسه مبتدئين في اللغة، مش هينفع تشرح لهم الكوميونيكاتيف ابروتش ومميزاته وهنعمل ايه وهيفيدهم ازاي بالانجلش، هم كده هيتخضوا وهيقفلوا منك. لو التيتشر مش حاسس بينا، اللي هو عمال يتكلم انجلش 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 واحنا مش فاهمين. فعلى الرغم من ان انت ممكن في الانجليش نفسه في المنهج نفسه ما تنطقش ولا كلمه عربي وتوصل لهم المعلومه، لان المنهج بيبقى بسيط وممكن تستخدم صور وريليا والحاجات كده، فمش مش هتحتاج تتكلم عربي. انما هتشرح لهم طريقه تدريسك واللي انت هتعمله معاهم وتديهم الراشونال بتاع شغلك بالانجليزي وهم لسه A1 ولا A2، مش هينفع. فممكن بالعربي كده تفهمهم ايه اللي هيحصل وهم هيبقى دورهم عامل ازاي والكوميونيكاتيف ابروتش ده بيشتغل ازاي، وبعد كده وتفهمهم ان احنا هنتعامل بالانجلش انجلش انجلش، وان هي مسؤوليتك ان هم يفهموا انجلش انجلش، ولو ما فهموش انجلش انجلش هتبقى انت اللي عندك المشكله مش هم. ودي حقيقه على فكره، لو ما فهموش انجلش انجلش، لو المنهج طبعا مظبوط ومتزن، مش بتكلم على المناهج الدراسيه اللي هي معموله بشكل غير علمي، انا بتكلم على مناهج الكورسات اللي هي مصممة من قبل كامبريدج أو أكسفورد أو ماكميلان أو لونجمان أو بيرسون أو يعني حتى ناشونال الناس اللي بتشتغل في تصميم المناهج عالميا فاهمين يعني إيه A1 أو Level 1، الناس المبتدئة فاهمين يعني إيه A2، فاهمين يعني إيه Common European Framework Levels، الستيجز بتاعتها فاهمينها كويس. فأنت لو مدرس إنجليزي شاطر هتعرف تشرح الكتاب ده للليفل ده من غير ما تنطق كلمة عربي. ولكن communicative approach وتفهمهم طريقة شغلك وايه اللي هيحصل، مش هينفع مع A1 او ناس مبتدئة انك تديها لهم انجلش، لان هتستخدم مصطلحات غصب عنك، هتستخدم مصطلحات قوية فممكن تقلقهم. انا بقول لهم لو انت متخيل ان انا هعلمك بنفس الطريقة اللي انت اتعلمت بيها في المدرسة او اتعلمت بيها في الدرس، تبقى غلطان. لان الطريقه دي لو كانت ناجحه ما كنتش احتجت تجيلي بعد ما خلصت كليه تبدا تاني تتعلم انجلش. فالطريقه اللي انا هستخدمها معاكم هتبقى مختلفه. انت جاي هنا عشان تتكلم، انا جاي هنا عشان اخليك تتكلم واشوفك بتتكلم ازاي واشوف اخطائك واصلحها لك. فما تفتكرش ان انا اللي هتكلم، ده انا بحاول اقنعهم بان اللي هيحصل في صالحهم. لما انت تتكلم اكتر، لما انا اتكلم 20% او 30% وانت تتكلم 80% او 70%، انا كده بخدمك، انا كده بشغلك اكتر. وانا باشا، انت متخيل ان انا باشا ما بعملش حاجه؟ لا، انا بفتح لك الابواب وبسمعك، بديك الانبوت اللي يخليك تطلع اوتبوت، والاوتبوت بتاعك لازم يبقى اكبر واطول واكستندد، واحاول اخليك تتكلم اكتر، واحاول اخد من اللي انت بتقوله ده واديك فيدباك عليه واعمل لك ايرور كوركشن. فلازم اكون مفهمه ده في البدايه، ما ينفعش اقوم عامل كده فهو مش فاهم انا بعمل كده ليه، ده المستر ما بيشرحش. لا، انا هشرح. لو الدرس ساعه انا هتكلم 20 دقيقه وانت هتتكلم 40، ده كده انا اتكلمت كتير. فلازم ابقى مفهمه ده، ودي مسؤوليتي ان انت مستواك يتحسن.
لو كان الطريقه اللي انت اتعلمت بيها في المدرسه وفي الدرس طريقه فعاله، انت جايب 50 من 50 في الانجليش، او جايب 49 ونص من 50 في الانجليش. هل بتعرف تكون جمله مع حد اجنبي؟ هل عندك الجرأة انك تتكلم مع حد اجنبي فيس تو فيس، ولا بتقعد تكتب كده على الشات وبتبقى قلقان؟ طبعا بتبقى قلقان. طب ال 50 من 50 دي جايه ليه؟ جايه عشان انت حليت حلو في الامتحان، وده الهدف كان، ده الهدف كان، ده كان الهدف بتاعك، والهدف بتاع التيتشر، والهدف بتاع ولي الامر، ان انت تجيب درجه عاليه في الامتحان. فالمدرس ما اثرش معاك، انما انت دلوقتي جاي عشان تتواصل باللغه، فالهدف اتغير. فمش هدرس لك بنفس الطريقه اللي انت اتدرست بيها قبل كده، والا هنوصل لنفس النتيجه. هتلر حتى قالها، مش عارف، مش فاكر المثل بالظبط، يعني لو عملت نفس الحاجه وعايز تتوقع نتيجه مختلفه فانت تبقى مخطئ جدا. بس فلازم يبقى فاهم ده، ولازم تفهمه له بالراحه وفي اول سيشن. يعني الاورينتيشن في البدايه، بعد ما عملت شويه اكتيفيتيز كده عشان تتعرف عليهم، ايس بريكرز. وطبعا الايس بريكرز دي ما بتتعملش كل مره، او ممكن لو اتعملت ما بتبقاش من اجل انك تتعرف على الاسماء، بتبقى حاجه زي وورمرز او فيلرز حتى. ولكن كلمه ايس بريكر دي او جي تي كي واي بتستخدم في اول كلاس بس. تمام. بعد كده بيبقى اسمها وورمر، ليد ان، وهكذا في اول الكلاس. اتمنى يكون اللايف كان مفيد. هتلاقوا اللينكات الهدايا بالباسوردز. لينك الهديه الاولى موجود في الكابشن. بعد ما تطلعوا من اللايف ده هتدخل على البروفايل بتاعي عادي خالص، هتلاقي الكابشن بتاع اللايف او الديسكريبشن بتاع اللايف ده موجود فيه كل الحاجات اللي انا قلت عليها. هتدخل الباسورد، هتلاقي صوره، هتلاقي تحت الصوره كده بار فاضي تدخل فيه الباسورد وتعمل يعني سبميت للباسورد. هيفتح لك الصفحه، هتلاقي فيها كل اللي انا بقول عليه. هتلاقي داونلود ذا فايل، هتلاقي الفايل ده جواه مجموعه الايس بريكرز، مجموعه فيه التيبس اللي هي تو اوفركم انكزايتي. هتلاقي كل حاجه، هتلاقي حتى تحت داونلود ذا فايل هتلاقي الصوره بتاعه النيم كارد، وهتلاقي الفيديو بتاعي اللي بتكلم فيه على درو يور نيم. فالهديه تجميعه كده كبيره. هتلاقي تحت الهدايا اللينك بتاع الرابور وهاو تو يعني كرييت ا ورم رابور ان ذا كلاس روم. فالكابشن بتاع اللايف النهارده هتلاقوه يعني دسم. وهسيب الباسوردز موجوده لمده نص ساعه من انتهاء اللايف. انا خلاص اللايف هيخلص الساعه 10، فهشيل الباسوردز الساعه 10 ونص. واللايف الجاي الحلقه الثالثه هنزل تاني الهدايا مع الكابشن بتاع اللايف، فاللي بيفوتوا حاجه ما يزعلش. والاخ اللي قال ان احنا بنضحك على الناس وبنديلهمش حاجه وبنخليهم يتفرجوا وما نديلهمش حاجه في الاخر، يعني مش عايز اقول لك انا زعلت جدا جدا من الكلام ده. واحنا بنعملش كده خالص. ف وكان ممكن تبعت لي، على يعني بدل ما تكتب ده على الفيسبوك وتحاول ان انت تعمل منظر سيء للشخص اللي بيجتهد تطوعا ان هو يساعد، ممكن تبعت له. هتلاقيه بيقول لك طالما حضرت طب وريني كومنت كده انت يعني يثبت لي ان انت كنت حاضر، او استنى اللايف الجاي. طب وريتني الكومنت ابعت لك على طول اللينك والباسورد، من غير اسلوب سيء، من غير ما تهزقنا يعني. بس لا، المقال بيتقري بس يا استاذه رضوى. المقال بيتقري بس موجود يعني، انما الهدايا هي اللي بتبقى PDF. وشكرا جزيلا للمتابعه. حابب افكركم ان احنا هنبدا بعد العيد على طول كورس اكاديميك رايتنج، عليه خصم 1100 جنيه للمره الاخيره. هتلاقوا برضو لو حد مهتم بكورس الاكاديميك رايتنج، الكتابه الاكاديميه، يعني يلحق يشترك في الكورس ده عشان الخصم كبير يعني. وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا على متابعتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.